السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قنواتنا المتنوعة. حضراتكم احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن التلاجة التوشيبا، واللي هي بثلاث بيبان، اللي هو باب الفريزر والباب اللي في النص والباب الدرج اللي هو تحت. قبل كده اتكلمنا عن الإضاءة واللمبة والتلج اللي هو بيسيح ميه جوه التلاجة، وازاي ان احنا حليناها وكان ايه المشكلة، وهسيب لكم روابط الفيديوهات اللي فاتت تحت في الوصف. اما النهاردة هنتكلم عن شيء مهم جدا، وهو ايه حضراتكم؟ ان الفريزر كان بيجمد كويس جدا، وفجأة لقيناه بيخلي كل حاجة تبقى زي المية. ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلى الحاجات المجمدة ما بتجمدش؟ في تسرب في الفريون بيخرج. ان كان بيخرج بسبب ان في مشكلة في المواسير بتاعة الفريون بتاع التلاجة، ولا في مشكلة داخل الفريزر، ولا المشكلة فين؟ هنا حضراتكم هنبدأ مع بعضينا نشوف الموضوع. تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين، دي تلاجة توشيبا اللي هي 3 بيبان. تمام؟ وادي الورقة بتاعتها ABC، واخد بالك؟ توشيبا. تمام؟ خلاص دي خرجت من الضمان، ودلوقتي لما بيحصل مشكلة لازم تروح لفني. الفريزر حضراتكم زي ما انتم شايفينه مليان ازايز وكياس وحاجات. الحاجات دي بتعمل مشكلة ان ما كانتش منظمة، وتدي هواء للاماكن اللي بيخرج منها الفريون، هتسبب مشكلة. عندنا هنا في الباب التحتاني والدرج، كله ده محتاج يتعمل له صيانة باستمرار. يعني ايه نعمل له صيانة؟ صيانة يعني دايما نظافة بالبريل والصابون والحاجات دي، تغسل التلاجة كويس جدا وحوالين البيبان، عشان خاطر ما يحصلش حاجة زي صدى، والصدى يخلي البيبان تعمل برومة وتسبب مشكلة. فاصبح الوضع اللي قدام حضراتكم ده ما ينفعش. ليه بقى؟ لان البيبان اللي قدام حضراتكم او الفواتح اللي بتخرج الفريون اللي قدام حضراتكم ديت، الكيس البلاستيك بيكتمها. لما بيكتمها ما بيخرجش هواء. وعندنا ده الفوليوم اللي بنعلي ونوطي بيه، ده مفيش مشكله منه. اما الفواتح دي اهم شيء، لان الفريون بيخرج منها. تمام؟ وبيطلع المفروض ينتشر داخل الفريزر. اما هنا الاماكن اللي حوالين الباب دي اللي حضراتكم شايفينها دي المفروض تتنضف كويس جدا، وتخلي بالكم من الجلده اللي قدام حضراتكم اللي في البيبان، لان الجلده دي مهمه جدا. الجلده دي لو باظت او حصل لها مشكله زي المشكله اللي هتبان قدام حضراتكم دلوقتي هتخلي الفريون يخرج بره التلاجة. تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو الجلده مقطوعه. اصبح الفريون بيخش جوه الباب بتاع التلاجة، وبيخرج من الجانب اللي هو بتاع الباب بتاع الفريزر من الجنب. الموضوع ده اكتشفته بالصدفة لما جيت افتح الباب بتاع الفريزر، لقيت فيه درجة برودة كتيرة جدا بتخرج من المكان ده على ايدي. قال ايه ده تلج جاي كتير يعني. فهنا الهواء بتاع الفريون هو اللي بيخرج من المكان اللي قدام حضراتكم دوت. تمام؟ طب ايه ده هنعمل له ايه؟ المشكله بسيطه والحل بسيط. لو حضرتك عندك شمع من الشمع اللي هو بتاع اللحام، تمام، كل اللي هتعمله هتروح تجيب الشمع وهتولع الشمع كويس وتسيحه كويس جدا، وهتبتدى ان انت تروح تتجه ناحيه الباب بتاع الفريزر اللي فيه المشكله نفسها. تمام؟ وتفتح الباب وتبتدى تروح للمشكله دي، وتفتح الجلده وتملاها بالشمع لدرجة ان الشمع يسيح داخل الجلدة وخارج الجلدة. تمام؟ هنا حضراتكم بإذن الله الموضوع ده أبسط يعني حاجة احنا بنعملها، لكن في أنواع تانية كتير من اللحام زي السيليكون والحاجات دي، بس احنا بنخلينا في الحاجة المتواجدة عندنا في البيت دلوقتي. أبسط شيء. خلاص؟ وعملناها بالطريقة دي وخلينا الشمع يسدد الأماكن دي. ده بتبوظ بسبب قلة النظافة حضراتكم، قلة الصيانة يعني نظافة. صيانة يعني نظافة. المطلوب من ست البيت او المطلوب من الشخص اللي هو بيراجع دايما على حاجات البيت، مطلوب منه ان هو يعمل صيانة دايما للأجهزة بتاعته، ان كانت مراوح او ثلاجات او حاجات زي كده.
خلاص احنا بعد ما عملنا الموضوع ده الحمد لله اتمنع البرودة اللي كانت بتخرج. وكده حضراتكم خلصنا الموضوع خلاص، وانتهى معانا حل المشكلة اللي هي بتاع تسريب الفريون من الفليزر، والسبب اللي كان مخلي الفليزر كان بيتلج، وفجأة نيجي تاني يوم نلاقي كل حاجة مية ومفيش تلج. طب راحت فين الهواء الساقع؟ راح فين؟ المشكلة كانت ايه؟ دي حاجات كتيرة جدا بيبقى في ناس كتيرة في غفلة عنها. فحضراتكم يا ريت كل واحد عنده تلاجة ايا كان النوع يعمل لها صيانة، وينظف حوالين الباب، وينظف الجلدة اللي هي بتقفل على الفليزر او تقفل على الباب، عشان خاطر ما يخرجش الفريون السائع اللي بيخرج بره التلاجة. ويا ريت حضراتكم ما تخلوش حاجة بجانب التلاجة، خلوا حوالين التلاجة تهوية عشان خاطر التلاجة ما يحصل لهاش اي مشكلة. وكده حضراتكم وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش حضراتكم تشوفوا الفيديوهات التانية في الوصف تحت بتتكلم بردك عن التلاجة التوشيبا والصيانة المنزلية اللي احنا بنعملها بايدينا، وممكن اي حد تاني يعملها. وصلنا لنهاية الفيديو دلوقتي، وكان مع حضراتكم اخوكم هاني الشريف من قنوات هاني الشريف المتنوعة على السوشيال ميديا. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وتشيروا الفيديو عشان غيركم كمان يستفاد. سلام عليكم.